السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كيف ما العادة، ودائما كيف ما تعودنا قبل ما نبدأ أي فيديو أو أي عمل يدوي بيناتنا فدائما الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. كيف ما تعودنا كما غادي تشاهدوا معايا هذا الزيف ديال حياتي اللي معروف عندنا في الجهة ديال الشمال، كنقولوا له زيف د حياتي او السبنيه د القطن هكذا باش كنسميوها حنايا. المهم كما كتشوفوا زيف ديال حياتي مكتوب باسم العروسه او لا اسم النفيسه او لا المولود. الاسم كيبقى على حساب كل وحده وشنو غادي تعمل فيه. ما علينا، فغادي تشوفوا معايا الادوات المستعمله والاثمنه ديالها وايضا الثمن للبيع اذا بغيتوا تخدموها كمشاريع مربحه وصغيره للماكثات في البيوت. علاش لا؟ المهم الانسان يتحرك. فغادي تشوفوا كيفاش غادي نصايب انا هاد السيف ديال حياتي مع ثمن البيع وثمن الادوات كما قلت لكم، وكل شيء غادي تلقاوه ان شاء الله في صندوق الوصف، ونتلاقاو من بعد الانترو ان شاء الله. ومرحبا بكم، وها انا رجعت من جديد باش نبداو ان شاء الله مع بعضياتنا. هاد القطعه ديال زيف حياتي فغادي تلقاوها بعشرة دراهم اولا 15 درهم على حساب المنطقه وعلى حساب المدينه اللي نتينا فيها. الثمن كيتراوح ما بين 10 دراهم و15 دراهم. انا قلت لكم خصكم دائما تقلبوا البنات على الاثمنه، حيت واحد غتلقاوه كيبيع ب10 دراهم وواحد ب15 درهم وواحد ب20 درهم. لهذا دائما قلبوا حتى تلقاو الثمن اللي غادي يناسبكم باش يبقى لكم فيها واحد النصيب ديالكم. غادي نتنيو الزيف ديالنا، غادي نتنيوه على شكل مثلث كما كتشوفوا، سهل وبسيط، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. فغادي نتنيوه بهذه الطريقه هذه على شكل مثلث، نحاولوا نقدوا الاطراف ديالها باش ما يجيناش عوج. ولو هو عندنا كيبقى دائما واحد الجهه خارجه واحد الجهه داخله فماشي مشكل، هذاك غير من الزيف كيجي هكذاك يعني ما تخافوا من والو البنات. غادي نطويوه بهذا الشكل هذا، وغادي نحدد المكان او البلاصه اللي انا بغيت نخدم فيها داك الاسم ديالي، سواء كان الاسم ديال العروسه او الاسم ديال النفيسه. غادي تختاروا على حساب هذا الاسم ديالكم والكتابه واش كبيره ولا صغيره. فغادي تحددوا المكان او الزاويه اللي نتوما غادي تخدموا فيها. وردوا البنات باش ما تجيلكمش الكتابه عوجه، يعني حاولوا تقدوها مزيان باش تبداو ان شاء الله. الاسم انا ديجا مشاركه معكم الطريقه كيفاش كنكتب الاسماء اولا كنكتب اي لوغو، فغادي نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله اولا في البطاقه الفوق. كما كتشوفوا كنحاول انني نحدد المكان ديال الكتابه باش تجيني معوطه. وهنا البنات انا فانا مولفه على الخدمه اولا على العمل بهذه الطريقه. اذا كنتم نتوما مبتدئات فكنصحكم انكم تطلقوا الزيف كامل وتعملوا كرتونه من تحت البلاصه، من تحت الورقه اللي نتوما غادي تكتبوا فيها، باش ما تعذبوش اولا باش ما تمحنوش وانتم كتكتبوا الاسم ديالكم. انا راني مولفه لهذا كنكتفي بهذه الطريقه هذه فقط. فديجا مشاركه معكم واحد الطريقه كيفاش كنكتب انا بهذا الفاشيون، غنخليها لكم ايضا في صندوق الوصف. وهادو ما هما الغراءات اللي كنستعمل انا، سواء ماركه بيبيو او الفاشيون بالانواع ديالها اولا هاد لاباخاريتا اللي لقيتوها عندكم، فان شاء الله تقدروا تستعملوها. غير الأثمنة كتراوح ما بين 25 درهم و 30 درهم على حساب الثمن للبيع في كل منطقة كتختلف. لهذا كنقول لكم قلبوا دائما على أرخص ثمن باش إن شاء الله يوالمكم. ودائما ملي تبداو إن شاء الله خليو في يدكم واحد المنديل ورقي أو لا أي حاجة باش أنكم تجربوا فيه. أول حاجة غادي تحتاج هو في الأول كيخرج واحد الهواء أو الغراء كيكون أبيض، لهذا حاولوا أنكم تجربوا في داك المنديل الورقي حتى يخرج لكم مزيان داك الحبيبات اللامعه اللي كتكون موجوده فيه. ديك ساعتك ان شاء الله يمكن لكم تستأنفوا العمل فوق الزيف ديالكم اولا فوق المخده اولا فوق اي حاجه بغيتو نتوما تكتبوا عليها الاسماء بهذا الشكل هذا اولا بهذه الطريقه هذه. فكما كتشوفوا معايا بدينا على بركه الله. انا كنحاول انني نكتب فوق الكتابه اللي عندي انا لتحت، كاتبه في الورقه الاسم لاله العروسه. فانا كنحاول نمشي معاها بشويه بشويه. وردوا البنات البال عفوا، ملي تكونوا كتكتبوا فحاولوا ما تحركوش يديكم بزاف من تحت باش كتبقى الزيف عندكم فوق داك الكتابه بالضبط، يعني باش ما تبقاش محنين معاها، مره تهرب لكم من الجهه الشمال مره تهرب من الجهه اليمين.
لهذا تبتو غير بشويه ان شاء الله وغادي تكملوها. انا غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الاسم ديالي كامل. من بعد غادي نخليوها تنشف ليله كامله. ردوا البال البنات ما تحاديوهاش، وحتى انا وقع لي هنا واحد الغلط، فكنحاول انني نقول لكم الاخطاء اللي كنوقع فيها انا باش نتوما تتعلموا وتستافدوا من الاخطاء اللي كنوقع فيها انا، ما بغيتكمش حتى نتوما توقع فيها. فانا كنحاول دائما نقول لكم الحاجات اللي هي كتوقع لي انا خلف الكواليس كما كيقولوا، كنحاول نوصل لكم باش نتوما ما تطيحوش في نفس الخطأ اللي كنعمل انا. فانا قبل ما تنشف ما نعرف نسيت ولا ما رديت لاش البال، حطيت فوق منها واحد الطبق كان في يدي ديال الكرتون، فحطيته فوق منها وهي باقا ما نشفتش. لهذا غادي تخسر لي شي شويه في الاخير، غادي نوريها لكم اللي تنشف غادي تبان واحد شويه. فانا بقى لي هاد التجهاده اللي فوق الالف مقصوره، فانا غادي نستعمل داك المحدد لاباخاريتا، فباش غادي تجيني واحد المنظر اللي هو شويه اسورتي للحاجات اللي عملت انا تما. اكتفيت بالفاشيون الذهبي فقط، يعني بدون محدد. فهاد التجهاده اللي بقى لي هنا فانا غادي نحددو بهذا المحدد هذا الذهبي مط، يعني مط ما فيهش لا حبيبات لامعه ولا حتى شي حاجه. من بعد غادي نملا الفراغ ديالو بداك الفاشيون اللي كيطلق الحبيبات اللامعه. واخا تشوفوها البنات هكذا ابيض، راه ملي كينشف كيرجعنا ذهبي لامع. في الحقيقه كيبان احسن. كنقول لكم انا دائما الكاميرا ما كتعطيش الحق للحاجه لهذا في الواقع او بالعين المجرده كتبان النتيجه روعه البنات. وصدقوني تقدروا تستعملوها يعني كمشاريع مربحه من البيت وكاعمال يدويه اللي تقدروا نتوما تستفدوا منها وتدخلوا منها واحد الربح اللي هو معقول. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما خليتها تنشف لي ليله كامله. والبنات ملي تنشف مزيان ديك الساعتك غادي تجيبوا المكواة وغتحطوا فوق منها واحد الزيف تاني اولا شي حاجه اللي تكون شويه غليظه د القطن، وغادي تحددوها مزيان بالمكواة غير بالبخار ديال المكواة، ما تعطيوهاش الحراره بزاف، غير البخار ديال المكواة فقط. وهنا البنات فين قلت لكم انني حطيت فوق منها هذاك الطبق ديالي ديال الكرتون وخسرتها شي شويه، معليش ماشي مشكل. كنحاول نبارطاجي معكم كل شيء باش نتوما تستافدوا معايا. كما قلت لكم البنات غادي تحددوها بالمكواة فقط ببخار المكواة. عملوها مزيان ومن بعد ما تخافوا حتى من شي حاجه كيتثبت مزيان وكتبان النتيجه اكثر. وهذا هو الشكل النهائي للزيف ديالنا. وايضا غادي تزيد واحد اللمسه على حسب العروسه او الزبونه، غادي تزيدوا بابيو في هذا الجنب هذا او في الاسفل. غادي تستعملوا هذا البابيو بحال هكذا وتزيدوا شي خرز فوق داك البابيو ديالنا وصافي. والثمن للبيع البنات 35 درهم حتى 40 درهم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي ومع السلامه.